ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض الكفتة المشوية في الفرن، هتطلع معاكي احلى من كفتة الحاتي وبمكونات بسيطة جدا، وان شاء الله هتكون موجودة عندك في البيت. اولا محتاجين لنص كيلو لحمة مفرومة، تكون دهونه قليلة لان احنا هنضيف له حتة ليا صغيرة اقل من 100 جرام. قطعيها صغير كده وحطيها في الكبة الاول تتفرم لوحدها شوية. لما تتفرم فرم ناعم ضيفي لها بقى نص بصلاية متقطعة مكعبات، ونص فلفلاية حمراء، واتنين فص توم، وكام ورقة بقدونس كده مش كتير. افرمي بقى الحاجات دي مع اللي هي بعد ما اتفرمت هي لوحدها الاول، افرميهم تاني مع بعض وافتحي كده ونزلي بالسباتولا اللي على الجناب عشان كله يتفرم ناعم، وكملي فرم. بعد ما فرمناها بقت ناعمة خالص. اللحمة بتاعتنا زي ما بقولك نص كيلو، هنحط عليها علبة زبادي من الحجم الصغير، والحاجات اللي فرمناها دي البصل والفلفل وكده. هنتبل بقى بنص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة بصل باودر، ونص معلقة صغيرة توابل لحمة. اعجني بقى الكفتة مع بعض كويس قوي، ودي دايما خطوة مهمة قوي، دايما اقولك اهم حاجة في الكفتة هي العجنة دي. اعجني كويس قوي، اديها وقتها في العجن. الصينية اللي هنستخدمها هندهنها سمنة من تحت كده او زيت. انا دهنت سمنة، وبعدين معلقتين زيت حطي عليهم معلقة صغيرة بابريكا وقلبيهم كويس قوي. ده اللي هنصبع بيه الكفتة. الكفتة بقى خلاص عجناها كويس قوي مع بعض، وكل المكونات بقى دخلت في بعض كده. هنبدأ بقى ناخد، انا اخدت عصايتين من بتاع الشيش طاووق لزقتهم في بعض كده، وبدأت اصبع عليها الكفتة. حاولي بقى تطلعيها كلها ايه نفس المقاس كده بالنسبة للطول او بالنسبة للسمك بتاعها، يعني مش تخينة قوي ولا رقيقة قوي. الفرن دلوقتي سخنته على درجة حرارة 200. انا حطيتها على الرف القريب من الصاج خالص. صبعت بقى الكفتة كلها الاول. النص كيلو بتاعنا طالع كميته حلوة قوي. صبعتها كلها الاول، وبعد كده الزيت اللي حطينا عليه البابريكا بالفرشة كده، وابدأي ادهني الكفتة كلها. ودي اخر اضافة للكفتة بتاعتنا، مش هنضيف لها اي حاجة تاني. هي لما حطيتها في الفرن نزلت ميتها واستوت سوا حلو جدا. وعلى فكرة هي اخدت لون حلو قوي من غير ما افتح لها الشواية. ادي بقى الزيت والبابريكا دهنت بيه الكفتة كده الوش بتاعها كله، ودخلتها الفرن، ودخلتها من غير ما غطيتهاش، يعني ما حطيتش لا ورق زبدة ولا فويل ولا حاجة. طلعت بقى بالشكل ده، ورقة فويل صغيرة حطيت فيها فحمة، طبعا مولعاها كويس يعني، وحطيت عليها شوية سمنة من اللي نازل من الصوص بتاع الكفتة، وغطيتها بقى 10 دقايق علشان تاخد ريحة الفحم كده. طعمها بقى حلو قوي وريحتها حلوة قوي من الفحمة برضو. عملت بقى بصل كده مع بقدونس، ورشيت عليه ملح وكمون وفلفل اسود وسماق. السماق بيدي طعم حلو قوي للبصل مع اللحوم يعني. ادي السوا بقى بتاع الكفته طريه قوي حلوه، ولونها شايفه حلوه قوي، يعني هي بسم الله ما شاء الله احلى من كفته الحاتي، طعمها تحفه. لازم تجربيها بالطريقه دي. ما خدتش معانا وقت خالص، ومكوناتها بسيطه جدا. وبألف هنا. ولو عجبتك الكفتة بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.